لو انت مهندس برمجيات خبرتك كبيره، او مدير فريق انجينيرنج مانجر او سينيور سوفت وير انجينير، اكيد فكرت وسالت نفسك كذا مره ازاي ابني رود ماب للفريق بتاعي او خريطه عمل. وبصراحه الوضع في المواقف اللي زي دي بيكمن دايما في المشاكل، ان احنا نحل المشاكل مش ان احنا نقدم حلول جاهزه. في الفيديو ده هنتكلم اكتر عن ازاي نبص على المشاكل وعلى طريقه واضحه وبسيطه لحل المشاكل دي، بدون الدخول في تفاصيل معقده وبدون ان انا اضغط على التيم بتاعي او احس ان انا مطلوب مني ان انا اعمل اعجاز علمي. انا احمد الطويل، ولا بينا نبدا مع بعض. في مشكله بتواجه ناس كتير قوي لما بتبدا توصل لسينيور رولز او سينيور انجينير او انجينيرنج مانجر ومثيلاتها من الادوار، وهي انه يحاول يخلق رود ماب للفريق بتاعه. وقد يبدو للناس كتير قوي ان الموضوع ده محتاج موهبه فذه او مجهود جبار، ولكن الموضوع له سر بسيط جدا، وهو حل المشاكل، او زي ما بيقولوا problem driven development، او تطوير قائم على حل المشاكل. الفيديو ده هيبقى متقسم 4 اجزاء. الجزء الاولاني ان احنا هنجاوب على سؤال ليه في ناس كتير قوي عندها المشكله دي، اللي هي تحديد الرود ماب او انه يعمل رود ماب بسهوله. المشكله التانية وهي ليه تقديم حلول بس بدون النظر للمشاكل بدقه وبتمعن مش بيحل المشاكل دي، ولكن بيخلق مشاكل تانية. والجزء الثالث وهو ايه هو البروبلم دريفن ديفلوبمنت، او تطوير القائم على حل المشاكل. الجزء الرابع وهو ازاي نستفيد من البروبلم دريفن ديفلوبمنت في التكنيكال ديبت، او اللي هو الدين التقني. يلا بينا نبدا. هات القهوه بتاعتك وحصل. طيب، الجزء الاولاني، ليه في كتير من المهندسين والمديرين عندهم مشكله ان هم يخلقوا خريطه طريق او رود ماب للتيم بتاعهم؟ المشكله دي ليها 3 اسباب. الجزء الاولاني او السبب الاولاني وهو قله التدريب. للاسف مش كتير من المديرين او المهندسين في المناصب القياديه بياخدوا تدريب عملي على اداره الناس، او بيبقى عنده منتور فوقيه يوجهه. في كتير منهم مجرد بيجرب. 2، صعب قوي انك انت كمدير او كسين انجينير تقنع البي ام او مدير المنتجات بتاعك، اللي هو اصلا شغلانته الاقناع. هو بيبقى عنده رود ماب واضحه، رود ماب منظمه، وبيبقى عنده قدره كبيره على الاقناع. وكمان هو اللي المفروض بيسوق التيم في كتير من الشركات. ففكره ان انت تقنعه ان احنا محتاجين نوقف او نحط حاجه جنب الرود ماب بتاعتك او نزاحمها معاها بيبقى صعب شويه. والجزء الثالث وهو ان كتير من تغيير الاولويات في الفرق بيحتاج موافقه اداره عليا، وده بيتطلب نوع تاني من الاقناع، ان انت تبدا تقنع الاداره الهندسيه بتاعتك او اللي هي الانجينيرنج ليدرشيب، والاداره المنتجات واداره المنتجات بتاعتك اللي هي البرودكت ليدرشيب. وفي الغالب الموضوع بيخش في تفاصيل كتير قوي. فبتكون النتيجه ايه؟ ان المهندسين بيحسوا ان هو محتاج يعمل رود ماب جامده جدا خرافيه عشان ياخد الموافقات دي كلها، بحيث يقنع الجانب الهندسي اللي هو مديره ومدير مديره عشان يعملوا له مثلا موافقات على البادجت او الميزانيه وخلافه. وانه محتاج يقنع البرودكت ليدرشيب او اللي هم مديرين المنتجات ان هم يعني يعطلوا الفيتشر ديليفري بتاعهم شويه، او ما يوعدوش زياده عن اللزوم وخلافه. ولكن الموضوع مش محتاج التفاصيل دي كلها. الموضوع ببساطه محتاج رؤيه للمشاكل الحقيقيه اللي بيواجهها التيم، تحليل للمشاكل دي، نطلع رود ماب واضحه نعرضها عليهم. في الغالب لو المشاكل دي حقيقيه والدراسه دي معموله مظبوط محدش بيمانع، وقدرتك على الاقناع بتبقى اسهل كتير قوي لو انت عملت الشغل بتاعك مظبوط ومطلع لستة واضحه معموله بناء على داتا واضحه بدون اي افتراضات. الجزء الثاني، ليه تطوير حلول على طول بدون النظر للمشاكل مش بيقدم حلول على قد ما هو بيخلق مشاكل اكبر؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده بمثال حلو قوي. فلنفترض ان انت بقيت مدير تيم تقني او انجينيرنج مانجر، ورحت سالت التيم بتاعك، اجتمعت بيهم كده ورحت سالهم: يا جماعه ايه المشاكل اللي انتوا حاسينها موجوده في التيم، او ايه المشاكل اللي بتواجهكم؟ لو انت متوقع ان الاجابات اللي هتطلع دي هتبقى منطقيه وهتبقى اجابات فعاله سهل تبني عليها رود ماب، فانت في الغالب غلطان. لان كتير قوي من المشاكل اللي هتطلع لك هتبقى مشاكل بايست، او مشاكل يعني معمول لها تغيير بناء على عده عوامل، والموضوع هيبقى محبط في الاخر. طب ليه الموضوع هيبقى محبط في الاخر؟ لعده اسباب. اولهم مثلا ان محدش خد وقته يفكر ان هو يشوف المشكله اللي عنده دي مشكله حقيقيه ولا مشكلته هو بس. والنقطه التانية اللي وراها على طول ان كتير هيعرضوا مشاكلهم الشخصيه مش مشاكل التيم. يعني واحد عنده مشكله ما في تكنولوجي معينه هيقول لك ان دي مشكله التيم، مش انها مشكلته هو الشخصيه. 3، في كتير من الآراء هتبقى يعني influenced أو تم التأثير عليها
بالاداره الكبيره، او لو شخص منصبه اكبر. مثال على ده كويس جدا، لو انت عندك مهندس صغير قعد مع مهندس خبير مثلا برنسبل انجينير او ستاف، او كان قاعد مع دايركتور بيتغدى معاه او بيشرب معاه قهوه، او ايا كان السياق، بس هو سياق ضيق، وكان عنده فكره وعرضها عليه، والتاني قال له اه والله دي فكره كويسه جدا، فهو بالتبعيه اخد بوست او يعني بايس على فكرته، او مثلا ثقه في فكرته، في حين ان الشخص التاني اللي اداله قال له الفكره دي كانت تبدو كويسه، هو ما سمعوش بما فيه الكفايه، هو سمعه مثلا لمده دقيقتين ثلاثه من بره الجزء اللي كان الشخص بيعرض المشكله دي عايز يوصلها ليه، فبالتبعيه الفكره كان شكلها حلو، ولكن هل هي بتحل مشكله التيم؟ الاجابه لا، مش بالضروره. فهو ما خدش وقته كفايه ان هو يدرس المشكله دي، فلازم تاخد بالك من النقطه دي. وفي اخر الاجتماع ده هتلاقي لسه مشاكل قد تبدو محبطه جدا، زي مثلا ان احنا محتاجين نعمل ابجريد لايبرري معينه، او محتاجين ريفاكتور الكلاس دي، او السيرفيس دي محتاجين نعمل لها ريرايت بتكنولوجي احدث. ومحدش اخد من وقته وقعد وسال نفسه السؤال المنطقي، هل دي فعلا مشاكلنا؟ هل دي المشاكل اللي احنا محتاجين نحلها ولا لا؟ احنا لما بنركز على الحلول مش على المشاكل، بنخلق مشاكل جديده. المشاكل دي بيبقى ليها تأثيرات سلبية على التيم، يمكن أخطر اتنين فيها إنها بتاخد وقت أكبر لحلها من المشاكل الأصلية، وفي الآخر مش بتحل مشكلة حقيقية. النقطة التانية إن إحنا بناخد وقت كبير قوي نناقش حلول لمشاكل هي مش مشاكل، أو هي مش حلول. يعني أنت خلقت مشكلة وخلقت حل، وبتحاول تحل الحل، وبتحاول تناقش الحل ده، وانت اصلا مشكلتك لسه ما اتحلتش، المشكله الاصليه محدش اتكلم فيها. علشان كده في مقولة مهمة قوي بتقولك ان اي حل بتبقى بدايته مشكلة، مش بدايته رأي، مش بدايته ترند، مش بدايته تكنولوجيا جديدة نزلت، مش بدايته اي حاجة. بدايته مشكلة في الفريق محتاجة تتحل. المشكلة دي حقيقية، المشكلة دي الفريق كله بيعاني منها، الفريق كله متفق عليها، وعلى اساسها بنبدأ نتحرك. في الجزء الثالث من الفيديو اللي هنتكلم فيه عن البروبلم دريفن ديفلوبمنت، او التطوير المبني على حل المشاكل، وهو فكرته ان اي حاجه في الدنيا زي ما قلت بتبدا بمشكله. فانت دورك كمدير او حد في الليدرشيب او سينيور انجينير ان انت بتبدا تحدد المشاكل الحقيقيه للتيم. وقد ندي امثله بسيطه يعني عليها، ولكن هي فعاله جدا. مثلا انت عندك انسيدنتس او مشاكل كتيره بتظهر بعد ديبلويمنت معينه، او بعد كل ريليز، او بعد كل نسخه جديده. دي مشكله محتاجه تتحل. عندك مثلا ان التيم بيسلم السوفت وير ببطء مش بسرعه، يعني هو بيخلص بسرعه، بيخلص الديفلوبمنت بتاعه بسرعه، بس بيسلمه ببطء جدا، فدي مشكله محتاج تحلها. فانت بتبدا تعمل قائمه بالمشاكل دي، وتبدا تاخد اراء الناس فيها، تبدا تشوف المدخلات بتاعه المشاكل دي والمخرجات بتاعتها، وتبدا تشوف الطاقه الاستيعابيه للتيم بتاعك او للفريق بتاعك، وعلى الاساس ده بتعيد ترتيب اولويات القائمه دي. وكده انت بقى عندك لستة فيها مشاكل حقيقية بتواجه التيم ده محتاج تبدأ تشتغل عليها. فبتبدأ تقعد مع مدير المنتجات او البي ام، وتنسق معاه المشاكل دي، وتتأكدوا ان المشاكل دي حقيقية، هو نفسه متفق معاك فيها عليها. وتبدأ تشوف الإدارة الهندسية بتاعتك وإدارة المنتجات تعرضوا عليهم خريطة الطريق دي. وفي الغالب قد يبدو الموضوع بسيط، ولكنه فعال جدا، وبيجيب نتائج هايلة مع الناس كلها تقريبا. في الجزء الرابع من الفيديو هنتكلم عن ازاي نطبق البروبلم دريفن ديفلوبمنت، او التطوير المبني على حل المشاكل في التكنيكال ديبت او الدين التقني. وفي النقطه في النقطه دي انا هتكلم بمثال بسيط جدا. فنفترض ان في مطور من الفريق بتاعك جاي يتكلم معاك في مشكله تقنيه، وانتوا قاعدين مع بعض بتحاولوا تحددوا اولويه المشكله دي، وهل هي مشكله حقيقيه ولا لا. فهو مثلا بيقول لك ان احنا عندنا مشكله ان السيرفيس دي او مجموعه الفايلات دي عامله مشكله، شكلها وحش وفيها مشاكل ومكتوبه بتكنولوجيا قديمه جدا، وكلفه التغيير فيها او التطوير فيها عاليه جدا. فانت بتقول له طيب ده كلام جميل، هل دي حقيقه مشكله؟ بعد كده بتسال سؤال، تعمل فولو اب كويستشن عليه، احنا بنغيرها كل قد ايه؟ فنفترض ان هو قال لك مثلا احنا بنغيرها مره في السنه او مرتين في السنه. في الغالب دي ما بتبقاش اولويه. لو الحاجه شغاله كويس والحاجه ما بنلمسهاش كتير، فهي سيبها، مش دي مش اولويه مشاكلك دلوقتي. ولكن هو ممكن يجي يقول لك ان انا عندي نفس المشكله، عندي سيرفيس فيها مشكله، تكلفه التغيير فيها عاليه جدا وبطيئه، واحنا بنغيرها مره كل اسبوع او بنلمسها مره كل اسبوعين. دي اللي المشكله اللي بجد، دي انت محتاج تشوف هتحل المشكله دي ازاي. محتاج تقعد مع البي ام والفريق وتشوف هتعمله ازاي بريوريتايزيشن او
تدولها اولويه عشان تشتغلوا على المشكله دي. فهو الموضوع ده بيبدا من مشكله حقيقيه عشان تحل حل حقيقي عشان تعمل تاثير حقيقي على التيم. وفي النهايه فكره البرودكت دريفن ديفلوبمنت او التطوير القائم على حل المشاكل فكره بسيطه جدا ولكن فعاله جدا، وتاثيرها على التيم بيبقى او على الفريق بيبقى كبير جدا. لو انت مدير شجع فريقك، شجعه ان هو يبص على المشاكل مش على مشاكلهم الشخصيه، على مشاكل الفريق. دخلهم في الصوره كامله، ما تخليهمش بعاد عن مشاكل الفريق. ولو انت مهندس بص على المشاكل الحقيقيه للتيم مش مشاكلك الشخصيه. ما تروحش تجري ورا الترند، ما تروحش تجري ورا مشاكل قد تبدو مشاكل ولكن هي مش مشاكل. تواصل مع التيم، تواصل مع مديرك، ولو انت مدير اسمع للفريق بتاعك. في النهايه زي ما قلت قبل كده افتكر ان الحل بيبدا بمشكله. ختاما يا ريت تشاركني تجربتك. ايه اكبر مشكله واجهتك او تحدي واجهك وانت بتحاول تعمل رود ماب او خريطه طريق للفريق بتاعك؟ هقرا اجاباتكم في التعليقات. شكرا، سلام عليكم.